انتبه وركز معايا، ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد نهاية الجولات 9 والديربي 131. شكرا يا نينجا، شكرا يا كريزي دي. زي ما انتم شايفين على القمة لسه نادي الزمالك والمصري والاهلي ووادي دجلة الثاني وثالث ورابع بنفس عدد النقاط 15 نقطة. طبعا كل جمهور الزمالك او اغلبه او معظمه وخصوصا جمهور الصفوه، انتوا فاهمين احنا قصدنا ايه؟ الصفوه اللي جاي من كوكب المياه راسا، جاي يقول لك ايه؟ كسبتني وفيها ايه؟ انا لسه متصدر لا تكلمني. احب اقول لك ان الجوله العاشره الجايه دي اللي الزمالك هيلاعب فيها غزل المحله والاهلي هيلاعب فيها كهرباء الاسماعيليه، جوله الشقلبه بقى زي ما انتم شايفين الفرق ما بين نادي الزمالك يا عينيا 17 نقطة لغاية المركز الثامن، هم 3 نقاط. يعني فجأة امباليه تلاقي نفسك الثامن. فامسك كويس في كورس المركز الاولاني يا زملكاوي، عشان الاهلي السبب في الكركبة اللي انت فيها. طب ايه؟ نادي الاهلي برضو كذلك. لو الاهلي ما كسبش لا قدر الله تعادل او خساره بالمراره من كهرباء الاسماعيليه الوافد الجديد، انت بتتكلم ان انت ممكن تروح للمركز ال 12 عادي كده وش. فالجوله الجايه جوله امسك نفسك واسترجل، هي حرفيا اكتمال لمباراه القمه 131 اللي حسين الشحات النينجا هاج. خلص الكلام، سلام.